امي مجوزه اخويا في الشقه اللي فوقيها من يوم ما اتجوز، ومراته كل فتره والتانيه تعمل مشاكل بيني انا واخواتي. مش عاوزانا نروح عند ماما خالص، مع ان ماما مقعدها لوحدها، يعني هي ولا بتنزل تخدم امي ولا حتى بتقعد معانا اصلا. بس هي مش حبانا نتجمع. اليوم اللي بنتجمع فيه عايزه اقول لكم ان هي بتبقى ناقص تدلق علينا بنزين وتولع فينا. في يوم ماما كلمتني وقالت لي يا بنتي تعالى انا تعبانه جدا ودماغي تقيل، حاسه ان الضغط بتاعي عالي. قلت لها يا ماما انا جايه لك، ما تعمليش اي حاجه وخليكي مرتاحه على السرير. لبست بسرعه واشتريت لها حاجات شوربه الخضار وجبت لها فرخه علشان اعمل لها اكل. ودخلت الشقه وقعدت ان انا اطبخ واروق واجهز لها كل حاجه، ولسه هقعد معاها علشان نتكلم ونضحك وفرفشه شويه. لقيت اخويا نازل يزعق لي ويقول لي انت بتكرشي ولادي من عند امي ليه؟ هو ده كان بيتك علشان تكرشيهم منه؟ انت جايه هنا ضيفه تقعدي باحترامك، مش عاجبك ما تجيش هنا تاني. فضلت اعيط بس مرضتش امشي علشان امي ما تتعبش. وطبعا انتوا كده عرفتوا ان مرات اخويا هي اللي قالت له ان انا طردت ولادها، وانا والله ما عملتش كده. انا مش بخلف، كشفت كتير وعملت تحاليل كتير بس برضو النتيجة واحدة. الحمد لله راضية بقضاء ربنا. جوزي طبعا قال لي خلاص كده كفاية علاج وكفاية كشف، بقالنا 10 سنين عمالين نلف على الدكاترة. وبصراحة انا عذراه، هو عنده حق، كفاية عليا كده. من كام يوم قال لي انا عاوز اتجوز، ما قدرتش ان انا اتكلم وقلت له اللي انت شايفه صح اعمله. قال لي انا صبرت عليكي كتير ومتهيألي ده حقي. قلت له طبعا حقك. قال لي انا عاوزك انت اللي تخطبي لي. قلت له بلاش، انا عندك امك واخواتك هم هيكونوا احسن مني وهيجيبوا لك واحده كويسه. قال لي لا ما انا اخترت. قلت له طيب كويس، يا ترى هي مين؟ قال لي انت تعرفيها كويس وهترتاحي معاها قوي. استغربت خصوصا لما قال لي ان العروسه اللي هو عايزها صاحبتي، اصلا انا ليا صديقه كانت متجوزه واتطلقت. واتفاجئت اكتر انه كان لما وهي وافقت ورحبت جدا. قلت له مبروك، كويس ان هي وافقت. قال لي لازم تروحي وتطلبيها من اهلها. قلت له لا مش هقدر، لكن هو مصمم اني اروح واطلبها، يا ريت تقولوا لي اعمل ايه.